يا صباح الورد والفل والياسمين على احلى واجمل متابعين. ازيكم يا حلوين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. النهارده عندنا يوم جديد وروتين جديد مليان طاقه ونشاط وحيويه. تابعيني لاخر الفيديو ان شاء الله تستفادوا منه. النهارده بقى انا قمت الصبح كده قلت لازم باقي الاوضه بتاعتنا كده نمسكها نروقها، لاني بصراحه عايزه افرش الدفايات على السراير. طبعا زي ما انتوا عارفين كلكم يا حبايب قلبي ان الجو بدأ يبرد عن الاول. يعني مثلًا كان الأول يعني الجو معقول، بس إحنا بدأنا نحس بالبرد حتى فترة الليل. فقُلت بقى إيه، أمسك بقى الأوضة أرتّبها كده وأروّقها وأدفّيها بالدفّايات اللي أنا هافرشها على السرير. في البداية كده يا حبايب قلبي أنا كنت قُمت الصبح، كنت شِلت الموكيت بتاع الأوضة وطلّعته الشمس، قُلت يعني على ما أخلّص ترتيب الأوضة وترويقها أكون إيه، يكون الموكيت بتاعي اتشمِّس في الشمس وأدخّله على طول. وأنا كان بقى في الوقت دوّة كان عندي غسيل كتير، فقُلت بقى إيه، أشيل حتى ولو أكياس المخدات وأحطها دور في الغسالة على ما أخلّص يكونوا إيه، خلاص اتغسلوا. صلّيتوا بينا على النبي يا بنات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اذكروا الله دايمًا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. زي ما انتم شايفين اهو يا حبايبي، انا بدأت بأول حاجة. طبعا شلت الأكياس بتاعة المخدات زي ما قلنا هنحطها دور في الغسالة على ما نخلص الأوضة بتاعتنا. انا بقى مسكت الشباك بتاعي نفضته، لان زي ما قلت لكم يا حبايب قلبي قبل كده ان الاوضه ديت انا طبعا بيتي على طريق، والاوضه ديت على الشارع، فدايما لازم الشباك بتاعها انفضه، لان لو سبته بيبقى يعني عليكم من التراب. فانا مسكته بقى كده نفضته تنفيضه حلوه عشان دايما يبقى نضيف. وزي ما قلت لكم برضو الاوضه ديت على الشارع، فبتبقى برد بالليل، فانا قلت بقى لازم ايه، نحط الدفايات بتاعتنا عشان ايه، تدفي المكان شويه. لان مهما يكون لو الجو بره بارد وانتي مدفيه المكان اللي انتي قاعده فيه، فدايما بتبقى الشقه دافيه. انا هو خلاص خلصت الشباك بتاعي زي ما قلت لكم. هبتدي بقى امسك السراير، هطبق اول حاجه البطاطين اللي عليها، هما يعني بطانيه والحافه انا اللي طلعتهم، يعني كان ايه، ما طلعتش لسه يعني حاجات تقيلة وكده. هي يا دوبك بطانية والسرير التاني عليه الحاف. لان طبعا لينا بنتي مش بتحب تكره الغطا خالص، ما بتحبش تتغطى بالليل خالص. فانا طلعت لها اللحاف دوت بحيث ان هي ايه، لو حرنا من البطانية وكده تتغطى باللحاف. انا طبعا بدأت باول سرير اهوت، انا مسكت السرير طبعا حشت الحاجة اللي عليه وقلت بقى افرش ملاية. لان الدفايات بتاعتي مش كبيرة يعني. الدفايات بتاعت الاطفال دي انا كنت جايباها يا دوبك هي على وش السراير بس، يعني مش بتكفي السرير ان هي تجيبه من اوله لاخره. فانا بقى مسكت فرشت الملاية اهوت زي ما انتم شايفين، وادي الدفاية بتاعتي اهيت. واتمنى منك لو كنت وصلت لحد هنا من الفيديو ما تحرمنيش من لمسة ايدك الحلوة على اللايك، عشان اللايك بيرفع من الفيديو وبيشجعني. ربنا يفرح قلوبكم زي ما بتفرحوني وبتسعدوني بتعليقاتكم الحلوة اللي بتفرحني وبتديني طاقة ايجابية وبتشجعني. وربنا يا رب يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا، وربنا يجعلكم اللهم امين دايما نعمة في حياتي. زي ما انتم شايفين اهو يا حبايب قلبي، انا خلصت السرير الاولاني، طبعا مسكت السرير التاني برضو، شلت بقى طبعا الملايات اللي عليه اللي مش نظيفة، وجبت الملاية النظيفة وقلت افرشها. وهجيب كمان الدفاية بتاعتي اهي. عارفين يا حبايب قلبي، مهما بيكون الجو بره بارد وانتي دايما عامله احتياطاتك في البيت، يعني مثلا لو عندك ستاير مركباها، فرشه على السراير بتاعتك الدفايات، فرشه في الارضيه السجاد او الموكيت بتاعك، فبتحسي مهما يكون الجو برد بره بتلاقي دايما الشقه دافيه، ويعني بتحسي ان فيها طاقه كده، يعني فيها طاقه دفى. ليه؟ من الحاجه اللي انتي عاملاها دي. الستاير مهما يكون انا بحس عن نفسي ان هي بتدفي المكان جدا في الشتاء، على قد ما انا طول الصيف بشيلها يعني ما بسيبهاش متعلقة، على قد ما بحس بوجودها في فترة الشتاء. ليه؟ بحس ان الشقة دافية جدا بيها. زي ما انتم شايفين اهوت، انا بدأت اجيب الخداديات بتاعتي والبسها الاكياس بتاعتها. الاكياس دي يا بنات انا عاملاها لها جديده، لان طبعا زي ما قلت لكم الخداديات انا كنت عاملاهم جديده، ما كانش عندي ليهم غيارات يعني وكده. فروحت اشتريت القماش دوت وعملت منه ايه، الخداديات. يعني سألت الخياطة انتي عايزة قد ايه، كام متر للخداديات وكده، وهي قالت لي مثلا هاتي لي كذا متر. ووديتهم لها وادت لها المقاس، يعني ادت لها خدادية وهي اللي قاستهم عليهم وخيطتهم ليا وظبطتهم ليا، يعني الله يصلح حالها. زي ما انتم شايفين اهوت، انا طبعا لبست الاكياس بتاعتهم وابتديت بقى ارصهم على السراير اهوت زي ما انتم شايفين. وبالمناسبة أنا بحب أشكر كل حبايب قلبي من داخل مصر ومن خارج مصر اللي دخلوا على القناة واشتركوا فيها. بقول لهم إن وجودكم في قناتي على راسي من فوق، وربنا يخليكم ليا يا حبايب قلبي وما يحرمنيش منكم أبدا، ويدومكم دايما ليا وواقفين جنبي وفي ظهري ومساندني.
وواقفين دايمًا، لإن طبعًا لا أنا ولا قناتي هنبقى شيء بدون وقفتكم جنبي. زي ما أنتم شايفين أهو يا حبايب قلبي، خلاص إحنا خلّصنا السراير بتاعتنا، هنبتدي بقى ننفّض الكرسيين بتوعنا وبرضه نضبّطهم كده ونمسح مكانهم، لإن زي ما قُلت لكم دايمًا الكراسي دي عندي بتلِم تراب بطريقة زي ما يكون بتشفط التراب، مش عارفة الحكاية دي إيه. اللون بقى طبعًا غامق زيادة عن اللازم، وطبعًا اللون الغامق بيبان في الأتربة بكل سهولة، فأنا قُلت بقى أمسكهم كده أدّي لهم تنفيضة حلوة، وأمسح الترابيزة بتاعتهم عشان برضه أنا محتاجة إن أنا أمسح مكانهم وأنضّف مكانهم قبل ما أحطهم. زي ما أنتم شايفين أهوّة، أنا طبعًا في الوقت دوّة كنت طبعًا جِبت الجردل بتاعي وحطيت فيه حبّة مُعطِّر وحبّة كلور وحبّة إريال، قُلت بقى نعطّر الأوضة كده ونخلّي ريحة الأوضة حلوة عشان نحس بقى بالنضافة كده. زي ما أنتم شايفين أهوّة، أنا مسكت طبعًا الأول مسحت مكانهم، لإن طبعًا أنا سايباهم لسه في الأوضة. أنا كنت الأول لمّا باكون الصالة مش نضيفة، باروح حاطاهم في الصالة على ما باخلّص وبعد كده بادخّلهم. فدلوقتي الصالة عندي نضيفة برّه، فأنا قُلت بقى إيه، أنفّضهم وأركنهم بس في جنب من الأوضة كده على ما أمسح مكانهم وأقفل الشباك بتاعي وأنزّل الستاير بتاعتي وأحطهم مكانهم على طول. أنا طبعًا كده خلّصت أهو يا حبايب قلبي، هابتدي بقى أحط الكراسي وأحط كل حاجة مكانها والترابيزة. بتروّقي المكان طبعًا اللي أنا باروّقه باخلص منه خالص، يعني ما بارجعلوش تاني. زي ما أنتم شايفين بقى أحط بقى المخدديات بتاعة الكراسي، وأحط بقى الدباديب بتاعة لينا، وهافرش الترابيزة، كده خلاص بقى المكان ده خلاص بقى زي الفل. هنبتدي بقى يا حبايب قلبي نمسك الأوضة بتاعتنا كده نمسحها مسحة نضيفة طبعًا، عشان لو أي أتربة أو أي حاجة وقعت مننا وإحنا بننفض طبعًا السراير أو الشباك أو كده. طبعًا إحنا حاطين طبعًا معطر وكلور وإريال، طبعًا نخلّي ريحة الأوضة كده نحس بقى بريحة النضافة كده والتغيير في الأوضة زي ما أنتم شايفين أهوّة. طبعًا كده نبقى خلّصنا الأوضة بتاعتنا، طبعًا نفّضنا الشباك بتاعنا وغيّرنا الملايات بتاعة السراير، وطبعًا فرشنا الدفايات بتاعتنا طبعًا اللي هتدفي السراير بتاعتنا. وزي ما أنتم شايفين أهوّة طبعًا نضّفنا الجزء بتاع الكراسي، ومسكنا بقى الأوضة بتاعتنا كده عطّرناها بالمُعطِّر ورشّيناها. ودي يا حبايب قلبي كده بكده يكون روتيننا خلص النهارده. ما تنسونيش باللايك والشير، باحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.